بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو لعشاق الفسيخ. عشاق الفسيخ فين؟ يحضروا معانا هنا عشان هنعمل مع بعض احلى فسيخ واوفر من ما نجيبه من بره بكتير. وهتبقى حاجة كويسة ومضمونة ونضيفة ما شاء الله. ما بيبقاش فيه زفارة خالص بتاكليه، مش بيبقى فيه اي زفارة، وسهل جدا وبسيط. معانا هنا حوالي 12 معلقة ملح بس خشن، اهم حاجة يكون الملح خشن. ومعانا بودرة زعفران اهي عشان اللون، ومعانا حبة شطة اهو. ومعانا الفسيخ بتاعنا جبناه غسلناه من النغشيش بتاعته كده، والسمكة بطولها غسلناها وبعدين سيبناه يحل، يعني يفك من بعضه. اللحم بيفصل عن الجلد، بيحل لوحده ماشي، علشان خاطر ايه يطلع نتيجته كويسه معانا. وتغسلي بس النغشيش كده كويس وجسمه. وادي هي دي حلت، يعني ايه حلت؟ يعني فكت العظم اهو من بعضه اهو. بتعمليها كده بتلاقيها ايه؟ بتلاقيها حلت زي مساج كده. السمكيه ايه؟ بتحل من بعضها. دي اهي هنعملها مع بعض. بصوا ما شاء الله، بندوس هنا كده، بتدوسي اهو اهو كده. يعني ايه؟ بنفك ال بنفك اللحم عن الجلد. معلش اهو كده. حلت السمكية خالص ما شاء الله اهي. بصوا بتدوسوا عليها، بندوس عليها كده بنلاقيها ايه؟ حلت كده من بعضها ايه وفكت اهي. اهي ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بنعمل زي مساج كده للسمكية. معانا البوري ده، البوري يا جماعة الاصلي اهو. تمام اهو. حلت السمكية خالص من بعضها اهي ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ونشوف كده معانا هنا المنديل بندخله نطلع كل المية اللي فيه اهو، علشان ايه؟ تطلع النتيجة في الاخر معانا ايه؟ كويسة. نطلع كل المية اهي. نضمن كده اهو ان السمكية كلها حلة وفكة من بعضها. ننشفها من المية كويس والدم اللي فيها اهو كده. ايه انا عملت دي معاكم اهي. بصوا حلت خالص وفكت اهي من بعضها. وادي ده كده اهو عاملينه اهو. دي معموله اهي. بصوا حله اهي برضو اهي. بصوا بصوا بنعمل كده اهو اهو. وننشف الميه كويس اللي فيها ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. مع بعض اهو بننشف الفسيخ بعد ما حل خالص مننا ما شاء الله. ننشف كده بالمنديل، نطلع كل الميه اللي فيه، ما نسيبش حاجه اهو كده ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ده بقى بيبقى ايه؟ حاجه كده يعني مفيش بعد كده. هيعجبكم قوي ان شاء الله. ان شاء الله النتيجه تطلع كويسه باذن الله. صلوا بينا كده على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدنا محمد. ما شاء الله. بصي دوسي كده، حلي الفسيخايه كده. دوسي كده من الجناب كده بايدك، حلي الفسيخايه ايه من بعضها. معانا هنا بقى اهو. نجيب كده ايه كيسه
عشان نخلل ونحط على طول. هنحط هنا الملح بتاعنا، الملح ده خشن عشان ايه؟ لو انتوا عايزينه ايه ما يبقاش حادق. ودي البودره الزعفران بتاعتنا، ودي الشطه اهي عشان الشطه بتحافظ عليه. هنعمل كده مع بعض اهو، نقلب. نقلب كده اهو. دول 12 معلقه ملح ودول 5 فسيخات ما شاء الله اهو، ما شاء الله ولا حول ولا قوه. ريحه الملح مع الشطه مع بودره الزعفران حلوه قوي ما شاء الله، تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنجيب بقى هنا كده مع بعض الفسيخه. الاول ايه؟ نمسك الكيس بتاعنا ونرش فيه شويه ملح اهو، نرش فيه شويه ملح حلوين اهو. ونجيب بقى الفسيخه بتاعتنا كده، نحط ملح هنا نملى كده النغاشيش بتاعتها ملح كده. بصوا البودره بقى بتاعت الزعفران هنا هتدي لون. احشوا كويس، احشي النغاشيش كويس، احشيها ملح. حط في الكيس اهو. بسم الله. انا حطيت اول حاجة 12 معلقة ملح ورجعت حطيت 3 تاني، يبقى كده 15 معلقة ملح، وزودت شعرة بودرة زعفران تمام مع الشطة اللي كانت موجودة. بنحشي بقى النغاشيش حلو اهي، نملاها كده ملح. نحط هنا كل ما نحط واحدة في الكيس نحط معاها رشة ملح، ونجيب واحدة كمان نملى برضو النغاشيش بتاعتها ملح اهو. حط ايه؟ واحدة بالعكس وواحدة كده وواحدة كده، واحدة كده وواحدة كده. ما اخلص بس الكيس هوريكم انا عاملة ايه. طريقة التخليل الفسيخ سهلة جدا، سهلة قوي، ما فيهاش اي حاجة. لما بيحطوا هنا بقى هبقى احط ايه على جسمه ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اصلا اللون بتاع بودرة الزعفران بيخش فيه اول ما بيلمس الفسيخ بيحوله. بصوا بيحول لونه، بصوا بيحول لون الفسيخ. املي النغاشيش بتاعته ما تخافيش، لان ده ملح خشن. لو ناعم لا ما تعمليش كده اهو. بعد ما خلصنا اهو نجيب كيس بقى قدامكم اهو، كيس اهو. نحط بقى كده الملح بتاعنا بصوا الملح الخشن مش تخافي منه اهو ما شاء الله تبارك الله.
بصوا البودره بتاعت الزعفران بقى لون الفسيخ في الاخر هيبقى كله لون واحد كده خطير. اللون الكروان ده هيبقى ما شاء الله بقى، مش عايزه اقول لكم. بصوا المنظر ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشاق الفسيخ يحضروا معانا هنا عشان يشوفوا احلى اللقطات اهو. بنخرج بقى كل الهواء اللي في الكيس كله، منخليش اي هواء في الكيس بتاعنا. بصوا كده، مش نخلي اي هواء في الكيس موجود. ونعمل كده ونربطه كويس قوي اهو. منخليش اي هوا في الكيس، نطلع كل الهوا. تمام. ادي كيس كمان اهو برضو. نخرج كل الهوا ونربط. يبقى احنا كده ايه، خلينا معاكم الفسيخ ما شاء الله. ربنا يحسن ختامهم كده على خير ويبقوا حلوين وجمال. بصوا تمام. كل يوم بقى ايه الفسيخ ده حسب الجو. احنا هنفتح عليه بعد 10 ايام اهو. بصوا بعد 10 ايام ان شاء الله نفتح عليه واوريه لكم. تمام. وكل يومين كده او كل يوم وانتي ماشيه وانتي رايحه وانتي جايه تقلبيه على الجنب ده شويه. حطيه بقى في طبق عندك في الفرن مثلا، وتخلي بالك لما تيجي تشغلي الفرن تحطيه فوق المطبخ، تحطيه في اي مكان. بصوا اللون، بصوا اللون بقى هيتحول اهو. شايفين اللون اهو ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله يطلع معانا احلى فسيخ. وهوريكم بقى ايه، مش هفتحه الا معاكم ان شاء الله. ادي الفسيخ بتاعنا. بصوا اللون، اتفرجوا بقى اللون الاحمر مع الاصفر. مش عايزه اقول لكم ايه اللي هيحصل هنا. ما شاء الله تبارك الله. نقلبه بقى كل يوم على الجنب. بصوا هو اصلا شكله يتاكل كده حاف اهو. بصوا الشكل يتاكل كده والله اهو. بصوا اللون عامل ازاي ما شاء الله. ادعوا لنا بقى الفسيخ يبقى حلو بأمر الله عشان نفتحه مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد. ولو انتوا شايفين ان الفيديوهات بتاعتي مفيدة وبتستفادوا منها وحلوة وانا بتعب فيها عشانكم، حطوا اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك عشان يشرفني وينورني على قناتي صفاء السيد سهل وسريع. واشوفكم على فيديو جديد واشوفكم على خير بإذن الله. شكرا حبايب قلبي.